السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكلباج. نادي الأهلي يفوز على فاركو بثلاثية نظيفة. مباراة حلوة، عندنا كلام كتير نقوله، نصلي على سيدنا محمد ويلا بينا نبتدي. الحقيقة المباراة كانت مباراة مش وحشة، مباراة حلوة. الأداء بدأ يبقى فيه ثبات شوية في المستوى، وبدأنا بنلعب، يعني بدأ الأهلي فيه تطور بصراحة، وفي تطور تكتيكي وفي تحركات بتحصل. قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي احب اتكلم على فاركو. الحقيقه عملوا مباراه ممتازه. كابتن طارق العشري الحقيقه قفل الملعب تماما على الاهلي الشوط الاول، ورص اللعيبه بحيث يعني تقفيل غريب جدا بين كل لعيب ولعيب، مثلا ياردتين، لكن ضربها مارسيل كولر بطريقه ذكيه جدا. ابتدى الاول يلعب على الكرات العاليه، لان طارق العشري عشان يقفل كده فكان طالع، كان فاركو بيلعب في حوالي 20 متر، فبيسيب مساحات، مضطر ان هو يطلع، فبيسيب مساحات وتحرك. الحقيقه حسين الشحات بيتحرك حلو قوي في الكرات اللي زي ديت، وشكل الاهلي خطوره. القندوسي بيتحرك حلو بين الخطوط. الحقيقه مباراه قويه، لكن قدر الاهلي ان هو يسجل سريعا، وده اللي سهل المباراه. بعد كده بدأ يلعب بقى كور طويلة، لكن مش عالية، طويلة بين الخطوط، والحقيقة عدينا ورحنا بكورة واتنين، والنادي الأهلي كان أداؤه متميز. قدرنا نترجم الفرص اللي جت لأهداف. في علامات استفهام الحقيقة في أدائنا الدفاعي. فريق فاركو كان ممكن يسجل هدف وهدفين وثلاثة، لكن في المجمل الاهلي طلع بمكاسب كتير جدا من المباراة دي. الحقيقة عودة عدد كبير جدا من اللعيبة، منهم اللي ما كانش موجود ومنهم اللي كان مستواه متدني او مستواه هابط بشكل كبير، زي مثلا اليو ديانج النهاردة الى حد ما بدأت احس ان هو جاي، يعني بدأ يخش في التركيز مرة تانية. متولي، طاهر، النهاردة القندوسي الصراحة لعب مباراة كويسة. بدأ بس محتاج يحفظ اللعيبة اكتر، واللعيبة محتاجة تحفظه اكتر، لكن خامة كويسة جدا. بيشوط وسجل هدف، والحقيقة الهدف اتلغى. انا معرفش هو الهدف اتلغى ليه، لكن يعني اللحظة اللي المفروض الكرة تلمس كهربا اللي كان معدي، او حسين شحات اللي كان معدي، اللحظة دي كان في لعيب معدي فقطع الكادر، فمش باين ان هي لمست ولا ما لمستش، لكن الحكم مشي مع خيار ان هي ما لمستش، رغم ان هي الكرة يعني عدت بين اتنين وفي الاخر اتجهت كده. يعني لو خبطت في حد هتبقى خبطت اكيد في اللعيب اللي الناحيه دي، مش هتخبط في اللعيب اللي الناحيه دي وتروح كده برضو مثلا، يعني لان هي غيرت اتجاهها، او انا مش شايفها حتى غيرت اتجاهها يعني. لكن احنا بين حاجتين، يعني الكرة يا اما جون يا اما مش جون. الفيصل ان انت تشوفها لمست في اللعيب ده، اللعيب بيجري بالعرض، او هو تدخل في اللعبه، تدخل ما تدخلش في اللعبه خالص وملوش اي علاقه باللعبه. لمسته بقى او ما لمستوش، انت ازاي حكمت ان هي لمسته وهي مش باينه؟ يعني انا ما اقدرش اقول لمسته ولا ما لمستوش، انت بناء على ايه لغيت الهدف وقلت ان هي لمسته؟ حاجه يعني حاجه غريبه. وبمناسبه برضو التحكيم، بص، ما تقدرش تخش جوه ضمير بني ادم وتقول الراجل ده عنده ضمير ولا الراجل ده بيفوت ولا ما بيفوتش، لا ما تقدرش تحسبها كده. لكن في قرائن، يعني في كور مثلا يعني تسلل على فاركو، كرة كانت لشكري نجيب في الشوط الاول وهو متسلل بيرضى تقريبا، وسابها بقى الحكم لحد ما خلاص الكرة تأكد ان هي الهجمة راحت، قام رافع الراية. في اول الشوط التاني كرة زيها بالظبط وتقريبا متسلل برضو محمد شريف نفس تقريبا الياردة، اول ما عدى قام رافع الراية. طب انتوا مثلا يعني بناء على ايه انت سبت الاولانية، او بناء على ايه انت برضو بتحسب التانية او بتحسبها مباشرة؟ يعني انت المفروض تعمل انهي فيهم؟ اكيد في حاجة غلط. يعني لو انت المفروض تسيب الهجمة يبقى انت غلطت، ولو انت المفروض ترفع على طول برضو انت غلطت. دي مثلا حاجة من الحاجات الغريبة. بص، انا من مدرسة الكرة القوية بصراحة. انا كرة كل لمسة بصفارة دي، انا دي مش كرة، دي ممكن يعني في الكرة النسائية حتى ما بيلعبوهاش كده، لان الكرة لعبة التحامات، في بحط جسمي وحط جسمك لكن في كور لعيب داس على رجل لعيب، دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش تقديريا،
يعني في واحد رجله داست على رجل واحد. دي مثلا كرة زي محمد الكرة بتاعت متولي وادى فيها لمحمد الشناوي انذار مثلا، يعني كرة غريبة جدا. يعني ده دايس على رجله، يعني دايس على رجله ودخل الجهاز الطبي وعالجه، وراجل بيعترض عليك الشناوي بيقول لك يعني ازاي وانت مديله انذار مثلا. فلا التحكيم الصراحة عليه علامات استفهام كبيرة. طبعا شريف جاي وطاهر جاي ومتولي وقندوسي وما شاء الله مروان عطية، يعني ملك نص الملعب، مايسترو في نص الملعب، لعيب مهم ومؤثر، واثبت وجوده واثبت انه لعيب لا غنى عنه في نص ملعب النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. ان شاء الله الاهلي يقدم مباراة قوية امام الرجاء، ومباراة يعني تكون نتيجتها مطمئنة للاهلي وجماهيره، وكلنا ثقة ودعم للنادي الاهلي. وان شاء الله ان شاء الله دوري وافريقيا وسوبر وكاس وكل البطولات الموسم دوت ان شاء الله عندنا. السلام عليكم.